بسم الله الرحمن الرحيم. السوق اللي قدامكم ده سوق ديانة في وسط البلد بجوار سينما ديانة. السوق بياخد مساحة 4 شوارع، والسوق كبير وموجود فيه منتجات مستعملة. أغلب الحاجات بتكون مستعملة وغالبها بايظ، بس حاجات قديمة جدا بترجع لفترة ما يعني اللي هي 1900 وي أو 1800 وي. في عملات قديمة جدا، في منتجات قديمة جدا زي الآلة الكاتبة القديمة، زي صور قديمة، زي مجلات قديمة من سنة 1900 وي 1935 1945. في ساعات قديمة، في نظارات قديمة، في كل حاجة اللي هي بتاعت أيام زمان، اللي يعتبر اسمها أنتيكات. السوق مليان منتجات كتيرة جدا ومتنوعة. في حتى البواجير، لو هتشوف دلوقتي في الصورة في البواجير والكلام ده. متنوعة، حاجات متنوعة جدا جدا جدا، زي المعالق، الشوك قديمة كده يعني. احنا اتفرجنا على السوق كله غالبا، بس كانت في تعليق ان التجار او الناس اللي بتبيع هناك المنتجات دي، هي منتجات حلوة بس اسعارها بحس انها غالية قوي. دي فبنصح الناس اللي شغالة هناك ان هي ما تزودش في تمن الحاجة بالشكل المبالغ فيه ده قوي. التجار اللي هناك على فكرة، اللي واقفين هناك بيشتروا وبيبيعوا، مش بيبيعوا بس. كانت التجربة مميزة، وفي منتجات كويسة قوي للي بيحب الانتيكات والتحف. وفي بعض الحاجات زي التليفونات القديمة اللي هي النوكيا والإريكسون، الحاجات القديمة دي برضو متواجدة هناك. الأتاري القديمة، كل حاجات من فترات متباعدة. التليفونات اللي هي اللي بقرص، في حاجات كتيرة قوي هناك مميزة. لو انت بتحب تحط انتيكات في بيتك او تحتفظ بانتيكات، انصحك ان انت تزور ده السوق ده. السوق بينعقد من كل سبت، وهو سوق مميز. شفنا فيه يعني حاجات كويسة، بس ودي كانت تجربتنا. جودة اشترى قانون صغير كده كان شكله حلو عجبه، راح للراجل ومشي ورجع تاني خد القانون ده.